مرحبا يا شباب، أهلا بكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن واحد من أقوى الأبطال الفضائيين في عالم بنتين، واي باك. مين هو واي باك؟ وليه بيخلي قوة بنتين توصل للسما؟ لو بتحبوا مغامرات بنتين ونفسكم تعرفوا إزاي الساعة بتخليه بطل خارق، خليكم معايا للآخر. وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة لو عايزين تشوفوا المزيد. طيب، خلونا نبدأ من البداية. واي باك هو واحد من الأشكال الفضائية اللي بنتين بيستخدمها في الأومينيتريكس. أول مرة نشوفه كانت في فيلم بنتين، سر الأومينيتريكس، ومن ساعتها بقى واحد من أهم الأبطال في السلسلة. واي باك مش مجرد شكل عادي، ده عملاق بمعنى الكلمة. طوله بيوصل لأكتر من 60 متر، يعني زي مبنى كبير بيتحرك. هو من كوكب اسمه توكو ستار، وكائنات الكوكب ده بتتولد وسط عواصف كونية ضخمة، فتخيلوا القوة اللي جاية معاه. طيب، إيه اللي بيخلي واي باك قوي كده؟ أول حاجة، القوة الجسدية. بإيده ممكن يشيل ويرمي حاجات ضخمة زي سفن فضائية كأنها لعبة. ثاني حاجة، عنده شعاع كوني قوي جدا. لما يعمل الحركة الشهيرة بأيدي على شكل إكس تقليد الحركة، بيطلع شعاع يدمر كل حاجة قدامه. شفته مرة في المسلسل وهو بيمحي جيش كامل بضربة واحدة. كمان عنده سرعة وتحمل رهيبين بالنسبة لحجمه، يعني مش بس عملاق، لكن كمان قوي وسريع. بس زي أي بطل، عنده نقطة ضعف صغيرة. لو حد قدر يضرب زيرو أو رأسه ممكن يتعب. لكن السؤال، مين اللي هيقدر يوصل للنقطة دي؟ السؤال الكبير بقى، لما بنتان بيستخدم واي باك قوته بتبقى قد إيه؟ واي باك من أقوى الأشكال في الأومنيتريكس، ومعاه بنتين بيقدر يواجه أعداء على مستوى كواكب. لو قارناه مثلا بآلين إكس، ممكن نقول إن آلين إكس أقوى لأنه بيتحكم في الزمن والواقع، لكن واي باك عنده قوة خام تخليه يسحق أي حاجة قدامه. قوة بنتين مع واي باك بتعتمد على ذكائه. لو عرف يستخدم الشعاع الكوني والحجم العملاق بطريقة صح، مفيش عدو يقدر يقف في وشه حتى لو كان عملاق زيه. وفي النهاية، واي باك بيثبت إن قوة بنتين مش بس في الساعة، لكن في إزاي بيستخدمها. إيه رأيكم؟ تفتكروا واي باك هو أقوى شكل في الأومنيتريكس؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات تحت الفيديو. ولو عجبكم الموضوع، اضغطوا لايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد عن بنتين. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.